السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم هدى محمد، والنهاردة هنقدم مع بعض الرز بسمتي بالخضار بالبسلة والجزر في منتهى الجمال، تحفة جنب الفراخ الكريسبي أو الكنتاكي أو جنب المشاوي. يعني بصوا بيليق مع أي حاجة، وتقدري تعمليه بالرز العادي بدل البسمتي كمان، مفيش أي مشكلة، نفس الخطوات ونفس الطريقة، بس الفرق هيبقى مقدار المية. يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول ونشوف هنبدأ الوصفة بتاعتنا دي ازاي. اول حاجة عندنا هيكون معايا الرز البسمتي بتاعي. انا بجيب الرز البسمتي اللي هو على دهبي كده، ده بيكون حلو قوي. اغسليه كويس جدا وبعد كده هنقعه في المية ربع ساعة. بعد ما بغسله بالمية بتاعته بتبيض خالص وتبقى رايقة كده، بتنقعيه في المية ربع ساعة بس، وبعد كده تصفيه من المية خالص. وفي الحلة بتاعتك بقى على النار حطيت شوية سمنة على زيت، واول ما السمنه تبتدي تدوب كده هنزل ببصلايه مبشوره او متقطعه صغير، مفيش اي مشكله. الاتنين هيدوكي نفس النتيجه، بس ما بتحبيش يعني ان البصل يكون باين. هي اساسا البصله بتستوي بتدوب في وسط الرز، بس تقدري كمان تبشريها، مفيش اي مشكله. زي ما انتم شايفين كده، اول ما هبدا ادبل البصلايه كده هنزل بقى بالبهارات الصحيحه بتاعتك. عندك بقى بصي لورا، عود قرفه، لومي، حبهان، قرنفل، اللي موجود عندك حطيه. يعني انا كان عندي حبهان، عندي لورا وقرنفل، خلاص حطيت، ما فيش الباقي. وشويه بقى من الفلفل الاسمر، ياخد تقليبه كده يدوب ريحه التوابل تطلع. بعد كده انزلي بالخضار. الخضار ده مجمد عندي في الفريزر، بطلعه اغسله تحت الحنفيه كده عشان يفك من بعضه، وبعد كده بصفيه. وزي ما انتم شايفين طالع فريش وحلو قوي قوي. هدي الخضار تقليبه، وبعد كده هنزل بمعلقه من بهارات الرز. دي بهارات بتتباع في الماركت، في اي ماركت عند اي عطار، اسمها بهارات الرز. تمام. لو مش عندك هتحطي بدلها كاري مع كركم، ومعلقة من مرقة الدجاج الفورية. تمام. بعد كده هصفي الرز بتاعي بقى زي ما انتم شايفين كده، وهديله تقليبة مع الخضار والرز والبصل بقى والريحة، يعني بصوا في منتهى الجمال. ونبدأ بقى نحط مقدار المية بتاعنا. انا هنا حطيت شوربة، تقدري تحطي ميه لو انتي عاوزه، مفيش اي مشكله، بس خدي بالك وظبطي الملح لو حطيتي شوربه. لو هي مملحه متحطيش ملح تاني، لو ملحها قليل ظبطي بقى الملح بتاعك. كوبايه الرز البسمتي بتاخد كوبايتين من السائل، شوربه او ميه. بس انا عشان حاطه خضار حطيتها، عملتها كوبايه ونص. يعني انا لو عامله كوبايتين رز بسمتي احط عليهم كام؟ 4 كوبايات ميه، لا انا حطيت 3 كوبايات ونص. تمام، هو ده المقدار. نقلل شوية علشان الخضار بينزل مية، وعشان الرز ما يعجنش منك. وبعد كده اول ما يتشرب هنهدي عليه النار ونسيبه شوية يستوي زي الرز العادي. بصوا كده المنظر هيبقى طالع في منتهى الجمال، شكله حلو قوي. الحباية بتنفش كده وبتطلع. تقدري تعززي اللون تاني وتحطي كركم لو انت عاوزة تخليه اصفر خالص، بس بهارات الرز فيها كاري فيها كركم اصلا، فهي بتدي اللون بصوا حلو قوي، الاصفر الفاتح ده. ده شكله بعد ما استوى، شكله حلو قوي. يا رب يكون الوصفة عجبتكم، تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وما تنسوش تشتركوا في القناة لو انتوا اول مرة لسه بتشوفوني. السلام عليكم. مرحب مرحب يا هلال، أهلا